ريحتها بس كفيلة تعيشك في مود فوق السحاب. ما بالك بقى بريحتها وطعمها اللي يجنن بحشواتها المختلفة، من أول الزبيب والفول السوداني وجوز الهند لحد البندق وعين الجمل. بالظبط كده، القطايف اللي كلنا بننهار قدامها وبناكل من غير ما نعد ولا نحسب. يلا بينا صلوا على النبي وتعالوا نشوف حكايتها ايه. القطايف مش مجرد حلويات، حكاية عمرها أكتر من 1000 سنة. المؤرخين اختلفوا بس أغلبهم بيرجع صورها لأيام الدولة الأموية. في رأي تاني بيقول إنها اتشهرت جدا في العصر العباسي وخصوصا في بغداد مدينة الفن والأكل والطرف. كان الحلوانيين بيتنافسوا قدام الخلفاء في أصول، كل واحد عايز يعمل حاجة يخطف العين قبل المرة. فواحد منهم عمل عجينة خفيفة تتحط على وسط سخن، حشي مكسرات وسكر وتتقفل على شكل نص دايرة. لأنها كانت بتتقطف من على الصاج وهي سخنة اتسمت قطايف. مع الوقت خرجت من القصور للشوارع وبقت بتتباع في ليالي رمضان في القاهرة ومش وبغداد. ريحة العجينة على الصاج وصوت البياع وهو بينادي أجواء كاملة مرتبطة بالشهر الكريم. في القاهرة تحديداً القطايف كانت جزء أساسي من موائد الفطريين واللي اهتموا بإظهار الاحتفال برمضان بالأكل والحلويات. مع تطور الزمن اختلفت الحشوات، كان عندك مكسرات قشطة جوز هند، دلوقتي بقى عندنا شوكولاتة وفانيلا ولوتس، حاجات جدودنا لو شافوها ممكن ما ينبسطوش قوي أو ما يفهموهاش. بس رغم التطوير ده تفضل القطايف رمز من رموز رمضان، أكلة بدأت من أصول الخلفاء واستقرت في كل بيت عربي. نيجي بقى للسؤال المهم، أنت تيم قطايف مقلية ولا فرن؟